عمرك فكرت إن عادة صغيرة زي قراءة صفحة واحدة أو شرب كوب مياه ممكن تغير حياتك بالكامل؟ كتاب العادات الذرية لجيمس كلير بيقولك إن النجاح مش محتاج قفزات ضخمة، لكنه محتاج خطوات صغيرة تتكرر يومياً. في الفيديو ده هنعرف إزاي العادات الصغيرة دي ممكن تبني مستقبل كبير. الفكرة الأساسية في الكتاب: العادات الصغيرة هي اللي بتشكل حياتنا. التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة جدا. التركيز مش على الهدف النهائي، لكن على النظام اللي بيوصلك للهدف. القوانين الأربعة لبناء العادات. جيمس كلير بيقدم إطار عملي مبني على 4 قوانين أساسية. 1. اجعلها واضحة. يعني لو عايز تبدأ عادة جديدة لازم تخليها واضحة قدامك. مثال: لو عايز تشرب مياه أكتر، حط زجاجك مياه جنبك طول الوقت. اختار عادة صغيرة جدا تبدأ بيها، مثال: شرب كوب مياه بعد الاستيقاظ. خلي العادة واضحة قدامك، حط الكوب جنب السرير أو المكتب. سجل كل يوم إنك نفذت العادة. 2. اجعلها جذابة. العادات اللي بتحبها هتستمر فيها. اربط العادة بحاجة ممتعة، مثال: اسمع بودكاست بتحبه وانت بتتمرن. جرب تكتب سبب يخليك متحمس للعادة دي. شارك تقدمك مع صديق عشان يبقى فيه تشجيع. 3. اجعلها سهلة. ابدأ بخطوات صغيرة جدا. لو عايز تبدأ قراءة، اقرأ صفحة واحدة بس يوميا. قلل حجم العادة لأبسط شكل، مثال: اقرأ صفحة واحدة بدل فصل كامل. حضر الأدوات مسبقا، مثال: كتاب على المكتب، حذاء رياضي جنب الباب. نفذ العادة في وقت ثابت يوميا. اجعلها مشبعة. لازم تحس بالإنجاز بعد ما تعمل العادة. كافئ نفسك بشكل بسيط عشان تحافظ على الاستمرارية. أمثلة واقعية من حياتنا: طالب عايز يذاكر، يبدأ بعادة صغيرة زي مراجعة ورقة واحدة يومياً، ومع الوقت يلاقي نفسه بيذاكر ساعات. موظف عايز يحسن صحته، يبدأ بالمشي 10 دقايق يومياً، وبعد شهور يلاقي نفسه بيجري نص ساعة. شخص عايز يقرأ، يبدأ بصفحة واحدة، وبعد سنة يلاقي نفسه خلص 10 كتب. الأخطاء اللي لازم نتجنبها: التسرع في النتائج. العادات محتاجة وقت عشان تبني أثرها. محاولة تغيير كل حاجة مرة واحدة. الأفضل تبدأ عادة واحدة وتثبتها قبل ما تنتقل للتانية. التركيز على الهدف بس، الأهم هو النظام اللي بيوصلك للهدف. خطوات عملية لتطبيق العادات الذرية: حدد عادة صغيرة جدا تبدأ بيها. اربطها بعادة موجودة عندك بالفعل، مثال: بعد ما تغسل أسنانك اشرب كوب مياه. سجل تقدمك يوميا عشان تشوف التراكم. كافئ نفسك بعد كل إنجاز صغير، وكرر نفس النظام مع عادة جديدة كل أسبوع. راقب التراكم، بعد شهرين هتلاقي نفسك بتعمل أكتر من عادة بشكل تلقائي. استخدم دفتر أو تطبيق لتتبع العادات. دلوقتي عرفنا إن التغيير الحقيقي مش بيحصل فجأة، لكنه بيبدأ بعادة صغيرة جدا، ومع الوقت العادات دي بتتراكم وتبني شخصيتك وحياتك من جديد. لو الفيديو عجبك، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي محتاجين بداية جديدة. أشوفكم في فيديو جديد.